ازيكم يا جدعان؟ معاكم علي جيمنج، ورجعت لكم فيديو جديد من لعبة فيفا موبايل. والنهارده طريقة تنزيل لعبة فيفا 24، او زي ما اتغير اسمها بقت لعبة اي اي سبورتس اف سي. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب، بحب اشكركم جدا ان احنا حققنا الهدف الاولاني، وصلنا 100 مشترك، وهتظهر لكم التعليقات اللي كانت بتدعمنا. والله شكرا يا جدعان، وان شاء الله نحقق الهدف التاني اللي هو 1000 مشترك. انا عارف انها صعبة بس مفيش حاجة صعبة عليكم. بس قبل ما نبدا الفيديو تصلي على النبي وتدعمنا بلايك كومنت تشترك في القناه عشان يشوفك كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا. مبدئيا كده يا شباب، انا واخد الفكره من صفحه كينج فيفا موبايل. انا شفته منزل فيديو عن اللعبه فحبيت اجربها معاكم. اول حاجه لو دخلتوا على الرابط اللي هسيبه لكم في الوصف او في اول كومنت مثبت، هيدخلكم على الصفحه دي. هتدانكم تنزلوا لغايه لما تلاقي اللعبه فيفا 24 موبايل بيتا اي اي سبورتس اف سي. اول لما هتدوس عليها مرتين، هيدخلك على الصفحه دي. اول لما تدخل عليها شرح تثبيت شاهد الفيديو بالاسفل، هتدنك تنزل تنزل تنزل. هتنزل، ودي الصور بتاعت اللعبه، فيها صور كتير. ادي الصور بتاعت اللعبة، فيها كيك اوف، بلاي برو كلابس، في كل النوادي وفي اطوار للعبة. بس هدنك تنزل 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 تاني، هدنك تنزل تاني، ودي صور للعبة. دي كلها صور للعبة وفيها مودات، وهدنك تنزل 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 لغاية لما تروح عند كلمة تحميل. اول حاجة هتدوس على كلمة تحميل، هيدخلك على الصفحة دي. هدنك تنزل وتستنى 10 ثواني بالظبط. هتنزل تنزل تنزل لغاية اخر الصفحة، لغاية لما يدخلك على الصفحة دي. هتستنى 10 ثواني لغاية لما التحميل يخلص. بعد كده هتدوس اسكيب اد، هتخطى هيدخلك على الصفحة دي. هتستنى رابط التحميل يخلص، بعد كده تستنى تحميل. انزل رابط التحميل اهو يا شباب، يخلص بسرعة مش هياخد معاك وقت. وفي هنا ثانيا قم بمشاهدة فيديو شرح تثبيت اللعبة. لو انت مش عارف تثبت اللعبة، اسمع الفيديو هنا وهقولك ازاي تثبتها. رابط التحميل، هتدوس للتنزيل. وزي ما انتوا شايفين انا نزلت اللعبة قبل كده فمش هنزلها تاني، فهروح اشغلها معاكم بسرعة. وبعد ما تثبتوا اللعبة يا شباب، هيظهر لكم الملف بالشكل ده، فيه ملف الداتا وملف الاو بي بي وملف اللعبة. اول حاجة هتثبتوا ملف اللعبة، بس انا مثبته قبل كده فمش هثبته تاني. تاني حاجة هتاخدوا ملف الاو بي بي وتعملوا له نسخ، يعني هتدوسوا على كلمة معلومات وتدوسوا لا مش دي، هتخشوا جوه الملف هتدوسوا نسخ الملف ده. هتروحوا تنسخوه وتروحوا تحطوه في ملف الاو بي بي. وبعديها ملف الداتا نفس النظام، هتنسخوه وتروحوا تحطوه في ملف الاو بي بي. زي ما انتوا شايفين انا نسختهم. ثواني بس عشان في شوية غلطات. نسختهم، وادي ملف اللعبة، ملف الداتا عنده اهو، ونسخته وعملت كل المفروض ينعمل. وادي ملف الاو بي بي زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة نسخته. طب ثواني بس، استخدم هذا المجلد سماح. وادي ملف اللعبة زي ما انتوا شايفين اللعبة كامل وما فيهاش اي مشكلة. وبعد ما تخلص تثبيت لا ثواني بس. بعد ما تخلص تثبيت اللعبة هتروح تثبت اللعبة كمان مرة. وبعد في الاخر انت هتحتاج ملف في بي ان، برنامج في بي ان عشان تشغلها. انا مش عايز ملف في بي ان، انا مش هشغلها دلوقتي معاكم، انا بس بشوف كده دي الواجهة بتاعتكم كده، الصورة اللي في البداية. بعد كده المفروض يظهر شعار اي سبورت اللي هو زي لعبة اي اهو. شعار اي سبورت اللي هو في اي لعبة. وهتدوس كونتينيو. بعد كده المفروض تختار العمر. الوقت السيرفرات واقعة في يعني عند العرب، المفروض انت هتختار اي في بي ان وتخش، هيدخلك على اللعبة على طول. لكن انت لو دوست ريتري مش هيدخلك، يعني الوقت مش دخلني عشان مش فاتح في بي ان. اما انت المفروض تفتح في بي ان وهتخش على اللعبة، هيدخلك على طول على اللعبة وهتلعب ما فيهاش اي مشكلة. وكان المفروض يا شباب الفيديو ده يكون ازاي تجيب 3 لعيبه 112. بس صراحه انا اول لما شفت صفحه كينج فيفا موبايل نزلت فيديو ازاي تنزل فيفا 24، قلت لازم انزلها واجربها معاكم. طبعا انت دلوقتي هتخش تجرب اي في بي ان وتخش تنزل لعبه وتجربها عادي. بس لو انت وصلت للوقت ده من الفيديو، يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناه عشان مش فوتك كل جديد. وسلام، نشوفكم الفيديو الجاي.